يلا نسمي الله ونعمل مع بعض طريقة عمل المكشكشة اللذيذة ترند 2023 اللي مالية السوشيال ميديا. هنعملها مع بعض بطريقة سهلة، هتوفري معايا أكتر من 400 جنيه. مش هتشتريها بعد كده، هتعمليها في البيت وهتتبعيها بطريقتي. بجد حاجة كده تحفة، وصفة سهلة، خطوات سهلة جدا. الفيديو ده هيعجبكم، رائع أكثر من رائع. اتطلبت من متابعيني حبايبي كتير، وأنا قررت لازم أصورها وتوريها لكم بطريقة وخطوات جميلة جدا. وبجد بجد فعلا طلعت تحفة، لحد الولاد مش عايزين يبطلوا يطلبوها مني كل يوم. يلا بينا على الفيديو، هنشوف أحلى مكشكشة وأسهل طريقة ترند 2023. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم عزة حسين من مطبخ أكلاتي. يلا بقى اللي يعدي على الفيديو يعمل لايك وشير ويشترك في قناتي ويفعل الجرس على كلمة الكل. يلا نقول بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. هنعمل مع بعض المكشكشة، هنعمل مع بعض طريقة وترند 2023 بطريقة عزة حسين، هتعجبكم جدا. المكشكشة دي بتتعمل بالجلاش. أول حاجة هنقول نبتدي بقى نعملها، هنحضر حاجتين لازم يكونوا موجودين الأول: السيرب أو الشربات أو العسل، وهنحضر الحشوة الجميلة. أنا ببتدي أعمل 2 كوب من السكر و2 كوب من الماء. بيبقى طريقة مظبوطة جدا. بنص ليمونة هنحطها على النار لمدة 10 دقايق، لا يكون تقيل قوي ولا خفيف قوي، ودي طريقتي اللي بتبعها. التقيل قوي مش بيديك النتيجة الجميلة اللي انت عايزاها. تمام، رفعته على النار ويلا نحضر مع بعض الكريمة اللي هنحشي بيها المكشكشة. هنعمل ايه؟ 2 كوب من اللبن. دي الحشوة الجميلة اللي أنا بحشيها، بعملها بطريقة حلوة. 2 كوب من اللبن عليهم 4 معالق هرمية مليانين شوية من نشا الذرة، وعندي إضافات جميلة قوي. التست العالي اللي هياخدك لمكان تاني. هتحطي الشوكولاتة البيضاء، ما كانتش متوفرة عندي، كان عندي الشيبسي اللي زي ما انتم شايفين، الاتنين بيقوموا بنفس الغرض. خدت كده حوالي معلقتين كبار ورشة فانيليا، والتيست التاني العالي جدا حطي معلقة كبيرة من القشطة. أنا كان عندي قشطة اللبن بشيلها، أو ممكن تجيبيها من أي سوبر ماركت. لو عملتيها بنفس الطريقة هتاخدي طعم رائع وحاجة كده خطيرة. قلبيها كويس قوي ويلا نرفعها على النار. وعايزة أضيف لها كده حاجة بسيطة، هحط لها لو حبة معلقة من السكر. أنا ما ضفتلهاش، لكن لو حابة حطي. فقررت ان انا اضيف لها معلقه من السكر. مش حابه اوكي، مفيش مشكله. كده حطينا كل حاجه فيها، وحطيت لك شويه تكات جميله، وابتدت تستوي معانا بالشكل الجميل زي ما احنا شايفين. الشوكولاته هتسيح مع السخونيه. واللي اجمل بقى هنحط مكعب من الزبده. تخيلي بقى الطعم، دي الحشوه الخطيره اللي كلها تكات جميله. اعمليها بطريقتي، اعمليها بنفس الطريقه، هتديكي تيست عالي جدا جدا جدا. حاجة كده زي المحلات وأحلى. وعلى فكرة الحاجات البيتي لما بتعمليها بريسبي وبظبطة حلوة بتطلع حاجات خطيرة. وهنا زي ما احنا شايفين خلاص السيرب بتاعنا دخل في السوى 10 دقايق بالظبط، وهنطفي عليه. تمام. هجيب القشطة أو الكريمة، هبتدي بس أسيبها تهدى شوية. غطيها بأي كيس مشمع أو أي حاجة عندك خفيفة، علشان مش عايزاها تعمل أي قشرة، أو الاسترتش راب أي حاجة. حطيناها بقى، ويلا بقى نبدأ في المكشكشة. هنعمل إيه؟ هاتي صينية مربعة. أنا الصينية اللي عندي دي كانت حوالي 30، يعني بلاش تجيبيها صغيرة قوي، متوسطة، الحاجة اللي بتاخد عندك نص كيلو من الجلاش. هتجيبي بقى إيه؟ نص كوباية من السمنة على الزبدة السايحة. طبعا السمنة بتعمل عامل مهم جدا، الريحة بتاعتها هي اللي بتظبط المكشكشة، ودي تكة جميلة. فأنا مش عايزة أرهق نفسي بالسمنة الغالية قوي، فخدت نوع من السمنة البلدي الحلوة، أو يكون نوع جميل، وحطيت عليه نص زبدة وسيحتهم. ادهني بقى الصينية كويس، وحطي راق راق
وابتدي نطّري من بين كل راق يعني بالفرشة كده، باحبها أوي صديقتي أوي الفرشة دي بصراحة، ما بتاخدش دهون كتير، بابتدي أمسح كده حاجات خفيفة، علشان أنا برضه مش عايزاها تكون دسمة أوي، لإن لسه في حاجات هنحطها عليه. لمّا بتبتدي تفرشي الجلاش لو حطيتِ تنيتِ حتتين أو قطعتين من الشمال، بتيجي توازني من اليمين، باقي بتحطيه يبقى من هنا ومن هنا. أنا بقى هاعمل إيه، دي القاعدة. اللي أنا باعمله دي أول حاجة بتبدأ بيها المكشكشة، باحط 5 رقات من الجلاش فوق بعض زي ما إحنا شايفين، وبندهن ما بين رَق والتاني معلقة من السمنة السايحة. انزلي بقى بالكريمة هدت شوية، وابتدي انزلي بيها على ال5 رقات اللي حطيناهم على بعض، وابتدي بقى افرديها كويس كده تمام، وبلاش يعني إنها توصل للصينية شوية، بس ما تقلقيش ما فيش مشكلة إن شاء الله، لإن إحنا داهنين الصينية كويس. حطيت الكريمة أو القشطة الجميلة اللي عملناها وفردناها، ويالّا بقى هنبتدي الخطوة التانية الفاصلة. هتبتدي تفرشي زي ما أنتِ شايفة كده الجلاش، وابتدي دهنة خفيفة بالفرشة، وهامسكه كده وهادّي له حاجة عشوائية، يعني هتبتدي تكشكشيه زي المروحة أو بإيدِك، ابتدي لمّي، لمّي، لمّي وزمّيها كده بأي طريقة ما يعني تشغليش بالِك، وابتدي رُصّي بقى راق، راق بالشكل ده. أنا ابتديت أحطها بالطول لإن هي لو بالعرض كان هيبقى في متبقي، لأ، هاحطها بالطول وهاتصرّف في الحتة الفاضية دي مع بعض كده هنشوف، وهابتدي أورّيكِ برضه الراق التاني. ابتدي راق، راق، ابتدي رُشّي عليه رشّة بسيطة من السمنة اللي إحنا سيّحناها أو الزبدة أو أي بقى نوع سمنة أنتِ حاباه، وابتدي بقى حُطّي كده ودخّليها كده ورا بعض زي ما أنتِ شايفة. بُصّي الكشكشة دي هتغطّي بيها الكريمة كلّها. عملت أول واحدة والتانية، باحاول أعمل لِك كذا راق علشان برضه اللي ما خدش باله من الأولاني بياخد باله من الطريقة التانية. ابتدي وأنتِ بتكشكشي كده لمّي بإيدِك الاتنين، هاتيها كده على بعض، بتزمّي كده الراق الجلاش وزي ما أنتِ شايفة شكله، يعني ما تشغليش بالِك هيبقى معاكِ شكله إيه، عادي جدًا. كله هيدّيكِ في الآخر شكل الكشكشة. ودي مرّة كمان حبّيت برضه أورّيكم، هي مش بتاخد معايا وقت على فكرة خالص، جميلة جدًا، غالية برّه في المحلات، لكن إحنا هنعملها بطريقة سهلة، وبجد، بجد عايزاكِ تدعي لي دعوة حلوة لمّا تعمليها وتضبط معاكِ، وبجد يعني حاجة خطيرة. كده الحمد لله خلّصنا زي ما إحنا شايفين، قرّبنا نخلّص، لإن هي ما أخدتش معايا على فكرة كلّها على بعض وأنا باشتغل فيها كده 10 دقايق. شايفين النُص كيلو مَلَا الصينية كلّها. الرَّق الأخير ده بقى أنا هاعمل فيه إيه، هابتدي طبعًا هاتصرّف فيه، هابتدي أحُطّه الأول الأخير من الجنب، أو عايزة أشوف إيه الفراغ الموجود. بصوا كده معايا، كده خلّصت الصينية تمام، لكن عندي هنا راق يعني حتّة من الفراغ عايزة أغطّيها علشان الكريمة. خدت آخر راق وجِبته بالعرض، ما فرقتش معايا، والزيادة اتنيها عادي جدًا، ما فيش مشكلة يعني ما تُقفيش عند الحاجات البسيطة دي. وكده خلصت معايا أحلى صينية مكشكشة شكلها جميل، بجد تحفة. اللي مش عارف طريقتها هيستغرب وهيقول لِك أنتِ عاملاها إزاي وإيه الشكل الجميل ده. يالّا بقى هاتي باقي السمنة وابتدي شرّبي كويس أوي الجلاش. أنا مش عايزة أي جلاشة تكون يعني ناشفة، علشان عايزينها تستوي حلو، تتشرّب كويس، لإن السمنات دي من الحاجات اللي بتنجّح الوصفة لو أنتِ ضبطتيها. خلاص شرّبناها كده كويس وتمام، ويا رب يكون لحد كده وصلنا إن إحنا كده تمام، فهمنا الدنيا إزاي، وهي مش مستاهلة كل المبالغ اللي بتدّفع عليها برّه. بالضبط 10 دقايق على الشبكة على درجة حرارة 125 استوت وطلعت. 10 دقايق ما خدتش معايا وقت يعني إطلاقًا، تمام. يعني لو أنا حطيت إيدي عليها بتقرمش كده وصوتها جميل. يالّا بقى ابتدي هاتي السيرب اللي عملتيه، وابتدي بالفرشة برضه شرّبي كده يعني كل مكان، ما تسيبيش مكان إلا لمّا تشرّبيه. أنا مش عايزة يعني أكُب كده عليها خالص، أنا مش عايزاها تطرى أوي معايا، أنا عايزة يكون فيها شوية من القرمشة. فبالفرشة دي بتبتدي تسقي كل حتّة موجودة من الجناب، وأي حتّة مش موجودة بتكون اتسقت، فبتدّيكِ بقى القرمشة الجميلة.
خلصتها بقى وسقيتها، فأنا عايزة أطلعها من الصينية عشان أنقلها في طبق تاني للتقديم، أو لو حابة تحتفظي بيها في الصينية مفيش مشكلة، بس أنا عايزة بقى إيه أقدمها لكم بشكل جميل عادي هتتقلب معاكي خالص. هاتي صينية مربعة زيها اقلبيها، ومجرد ما تتقلب معاكي بالشكل الجميل ابتدي بقى رجعيها. السوا بتاعها جميل مظبوط جدا، وما بتاخدش اي وقت لا في عمايلها ولا في السوا، وخلصت بالشكل الجميل. ويلا بقى نعمل لها ديكوريشن جميل. حبيت ان انا كده افنله شويه. عملت ايه؟ دي اول تكه جميله. جبت معلقتين من اللبن البودر، معلقتين من السكر البودر، معلقتين من اللبن الحليب، ضربتهم قوي وابتديت برضو احطه عشوائيا عليها. تديكي طعم، تديكي تيست جميل جدا، وتديكي شكل رائع. وكان عندي صوص من الشوكولاته، ابتديت كده انزله. طبعا الحاجات دي اختياري، بس انا حبيت اوصلك لاقرب حاجه للمحلات زي ما انت بتشوفيها. وشويه من المكسرات كانت موجوده عندي، جرشتها جرشه خفيفه، وابتدي رشي كده عليها، وشكل جميل وريحه فظيعه يعني. عايزه اقول لك اعمليها وادعي لي فيها، لان بجد بجد هتعجبكم. لقيت السوشيال ميديا مليان، فحبيت ان انا اجربها. انبهرت بيها، والولاد ما بطلوش يطلبوها مني كل شويه. اتقطع بطريقه حلوه جميله جدا. بصوا الكريمه، بصوا الشكل تحفه. يا رب اللي عجبه الفيديو ما ينسانيش لا من لايك ولا شير، ويا ريت نشترك ونفعل الجرس على الكل عشان ينزل لنا كل فيديوهاتي الجديده. وسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مع أحلى مكشكشة ترند 2023.